وتبدأ قصتنا في 2011 لبنت اسمها ميمي عندها 19 سنة، وكل يوم في مواعيد مدبرة مع راجل شكل، بس للأسف مفيش حد عاجبها ولا في حد داخل دماغها، ومن كتر ما بقت تقابل رجالة بقت بتسمي كل واحد بتقابله باسم أكلة، يعني ده مثلا لحم البقر، وده المارجريتا، أما ده بقى البطيخ المر، وده مكعبات لحمة، ويجري العمر بيها ونبقى في سنة 2020 وبقى عندها 28 سنة، ولحد دلوقتي برضه مش لاقي الراجل المناسب، وبقى كل أحلامها إنها تاكل أحسن حتة لحمة في الدنيا كلها، والمقصود هنا بأفضل حتة لحمة هو الراجل المناسب، بس للأسف من حظها المهبب جت جائحة كورونا، وفي نفس الوقت بقت دكتورة وشغالة في عيادة شركة كبيرة فيها 1000 موظف، ومع كورونا بقت شغلتها الوحيدة إنها كل يوم بتقيس درجة حرارة ال1000 موظف، وكمان تطمن على حالتهم الصحية، وده طبعا عشان العدوى ما تنتشرش، وده ضايق الممرض بتاعها، ومن ساعة ما جت كورونا وهي بقت شديدة جدا مع الموظفين، وأي حد تعرف إن درجة حرارته عالية بتروحهم الشغل على طول، وطول الوقت عمالة تنبه عليهم بالنظافة وضرورة لبس الكمامة، لدرجة إن كل الموظفين اتخانقوا منها وبقوا يكرهوها، وده قسم الاتش ار في الشركة، ده المدير وده جو وده أوباشي، ومتجمعين كلهم عمالين يجيبوا في سيرتها وقد إيه إنها شخصية صعبة وتدخل عليهم وتسمعهم وهم عمالين بيقطعوا فيها، وأوباشي مسميها ديكتاتورة العيادة الصحية، دي عمرها ما ضحكت، ولو فكرت تضحك أكيد هيجرى لها حاجة، وأي نعم الناس كلها بتقول عليها دكتورة شاطرة بس كإنسانة فظيعة وطول الوقت بتتعالى على الناس، والمدير قال لهم ده أكيد شخصية بالشكل ده ما عندهاش حبيب، والمفروض إنها تعيش بقى حياتها كلها عزبة، وأول ما لمحها خافوا قام يجري، والتانيين اتوتروا أول ما شافوها، فدخلت عليهم وعملت نفسها ما سمعتش حاجة، وقالت لهم يا ريت تتخلصوا من الكمامات بشكل كويس، وسابتهم ومشيت، وتاني يوم يروح لها أوباشي واللي بالمناسبة مسمياه الملفوف، وبيقول لها إنه داخل في علاقة حب جديدة، وسألها إذا كان يقدر يمسك إيدها ولا لأ، فقالت له الأفضل في الظروف دي ما تشوفهاش أساسا وتروح البيت، ولأنها قاعدة زهقانة فقررت إنها تلعب لعبة، وكسبت اللعب اللي كان قصادها، فكتبت له رساله وقالت له انت فاشل، ومسميه نفسها على اللعبه كوسا موتشي، وده نوع من انواع الحلويات هناك، واللاعب مسمي نفسه ليمون، فبعت لها ورحب بيها، فاعتذرت له وقالت له انا اسفه، وطلع محترم وقال لها مفيش مشكله، ولان الاصابات والوفيات زادت فالشركه عملت حاله طوارئ، وقالت للموظفين ان هم هيشتغلوا من البيت، وهي بدات تتابعهم من العياده في الشركه، بس اتفاجئت ان اوباشي موجود في الشركه، وقال لها حبيبتي لسه مكلماني دلوقتي، وقالت لي ان جالها حمى وحرارتها رفعت جدا وقلقان عليها جدا وعايز اروح لها، فقالت له وهي متعصبه قلت لك قبل كده ما تروحلهاش، فقال لا ما اقدرش انا خايف عليها ولازم اروح لها، واللي يحصل يحصل بقى حتى لو اتصبت بالعدوى، فقالت له يا ريت تفكر قبل ما تروح لان مفيش حاجه اهم من حياتك، فقال لها لا في، فدايك قال لها انا حاسس بيه لاني بحب انا كمان، فقالت له وهي مستغربه حتى انت يا سوشي بتحب وتتجنن وتقول حب ايه اللي بيتكلموا عنه ده، وترجع البيت وهي مخنوقه وزعلانه لانها حست ان وضع كورونا هيطول، وتعيط على نفسها لانها عايشه وحيده، والوضع بقى صعب جدا انها تلاقي الراجل المناسب، فوهي قاعده زهقانه يكلمها ليمون وقال لها اول ما لقيت الكوسه موتشي في السوبر ماركت فكرني بيك وعشان كده كلمتك، فترددت انها تكلمه في الاول ولانها قاعده لوحدها وحاسه بالملل، فاتجاوبت معاه وبدات تكلمه، والكلام كله كان في امور عاديه بدون ما يتعرفوا على بعض، بس كانت مبسوطه جدا وهي بتتكلم معاه لانها اخيرا حست ان في حد بيهتم بيها، وبقى كل يوم يصبح عليها وفي الليل يمسي عليها، ومن كتر ما بقوا يتكلموا مع بعض ادمنت الكلام معاه، وفي يوم بعتت له رساله وما ردش عليها، فقعدت متوتره وقلقانه كل شويه عماله تبص في التليفون ويرفعوا حاله الطوارئ، وترجع المستشفى وهي هتتجنن لانها لسه عماله تفكر في ليمون لان لحد دلوقتي ما ردش عليها، وتفضل طول الوقت ماسكه التليفون تهزه وعماله ترفعه لفوق، يمكن يكون بعت رساله ولا حاجه والشبكه ما وصلتهاش، واخيرا جالها الفرج ورد عليها فطارت من السعاده، ويبعت لها صوره ويقول لها دي الصوره المفضله عندي، فتتفاجئ انها نفس الفيو اللي قدام الشركه، وهنا تبدا رحله البحث عن الليمون، فبقت عامله زي المجنونه وطلعت تجري على السطح، واتفاجئت ان اللي موجود فوق داكي وفكرته هو ليمون، وقالت انا كنت هتجنن واشوفك، وقالت له وهي مكسوفه انا الكوسه موتشي، وهو قاعد مبرق لها ومش فاهم ايه اللي بيحصل، ولما شرحت له الموضوع قال لها مش انا، وبقت طول الوقت شاكه في الموظفين اللي في الشركه كلهم، وفكرته برضه مدير الموارد البشريه لانها شافته بيشرب ليمون، فقال لها برضه انه مش هو، وتقعد معاهم وهي زعلانه ومش حاسه بوجودهم اساسا، وتفتح رسائل وتقول له بحبك قوي، فقعدوا يبصوا لها وهي صعبانه عليهم، فحبيبه دايكه قالت لها انا حاسه ان هو جو لانه كان بيتكلم عنك كتير وقال كمان انه معجب بيكي، فاستغربت ان هو لانها مسميه اللحم الناشف، ويدخل عليهم جو يقول لهم انا سمعت كلامكم، وقال لها انا فعلا ليمون، وقال لها بتمنى تكوني حبيبتي، فبصت له وهي زعلانه لانها ما بتحبوش بس وافقت لانها مش عايزه تخسر ليمون، وقالت له كان نفسي اشوفك من زمان وياخدها عشان يوصلها لحد البيت، وهي طايره من السعاده وهي ماشيه معاه لانها ما مشتش مع راجل من سنين، ولما رجعت البيت كلمها على التليفون وقال لها مبسوط جدا ان اخيرا لقيتك، وعزمها ان هم يخرجوا يوم الاحد، فكلمته وهي طايره من السعاده، وخصوصا لما قال لها ليلتك سعيده وتقفل معاه وهي هيمانه بعد ما كانش في حد عاجبها من 9 سنين، وتاني يوم تروح الشغل وهي طايره من السعاده، وبيكو حبيبه اوباشي بقت كويسه، فهم قاعدين مع بعض شاف تليفونها بيرن ومسميه الرقم صديق منفعه، وصديق المنفعه هو واحد بتعمل معاه علاقه جنسيه بدون وجود اي رومانسيه ولا حتى في حب بينهم بيربطهم، فاوباشي وسام اتصدموا، وهي تقول له معلش مضطر امشي دلوقتي عشان محتاجني، فانهار واتعصب وقال لها انت بتقولي ايه، فقالت له انت متفاجئ قوي كده ليه، خليك كول انت ليه مكبر الموضوع قوي كده، وهو واقف مش مصدق اللي بيسمعه، وميمي طول الوقت قاعده بتسمع برامج هنديه
شويه ويجي لها اشعار ان في برنامج هندي هيتذاع لاول مره يوم الاحد، فتفرح جدا لانها متشوقه تسمعه، وترجع تتصدم من تاني لانه هيكون في نفس توقيت موعد جو، وتقول استحاله فوت الموعد، ده انا بقالي سنين ما قابلتش رجاله. وتاني يوم اوباشي يرجع الشغل ويقابل بيكو هناك لانها موظفه في نفس الشركه، ويتعصب ويتخانق اول ما يشوفها، وهي قالت له وهي زعلانه للاسف ما قدرتش يقابل صديق المنفعه امبارح، فاتجنن وفقد اعصابه وقال لها انت فعلا بتحبيني؟ فقالت له طبعا بحبك، بس للاسف الفيروس الغبي ده جه وبوظ كل حاجه لدرجه ان انا حتى مش عارف امسك ايدك، فمسك ايديها وقال لها ده انا هبوسك كمان. فالطاهره قالت له عيب احنا في الشغل، فقال لها انت اكيد عملتها مع شخص تاني عشان ما اتجوزناش لحد دلوقتي. فقالت له لا الموضوع مش كده خالص، دي نقره ودي نقره، انت حاجه وهو حاجه تانية خالص. فاتصدم وما بقاش فاهم حاجه، وبعد ما سابته وقامت وهو قاعد مسؤول ومش فاهم حاجه، رجعت له تاني وبسته هم لابسين الكمامه. فجو شافه وقال له يا ابن المحظوظه. ويجي يوم الاحد وتخرج ميمي مع جو، وطول ما هم قاعدين مع بعض عماله تفكر ترجع البيت لانها تتجنن وتشوف البرنامج، لدرجه انها اساسا مش حاسه بجو، وبالفعل تستاذنه وتسيبه وتمشي، وجو يقعد متضايق ومش فاهم ايه اللي حصل، وهي تطلع تجري عشان تلحق البرنامج وتسمع البرنامج وهي طايره بالسعاده. وتاني يوم وهي راجعه من الشغل تلاقي جو مستناها عند البيت، وتلاقي كمان دايكو وحبيبته وكلهم جايين عشان يسهروا معاها، وقبل ما تدخلهم بيتها فتشيك على درجه حراره كل واحد فيهم وتعقموا كمان، وتاسفت لجو وهو داخل انها سابته امبارح ومشيت، فقال لها مفيش مشكله، ويجي وقت البرنامج فتتخانق منهم وعايزه تمشيهم، فقالت لهم الساعه دلوقتي بقت 9 مش المفروض عندكم شغل بكره؟ فلموا حاجتهم ومشيوا، ويرجع لها جو تاني لوحده وعمل حجه وقال لها نسيت اقول لك تصبح على خير، ولا على فكره انا عارف انك ما بتحبنيش وحسيت انك بتجبري نفسك عشان تقعدي معايا، وعشان كده فكرت كتير قبل ما اجيلك تاني. فقالت له طب تعالى نتكلم مع بعض شويه، وقالت له لما كنا بنتكلم على الشات كنت مبسوطه جدا وكنت حاسه اني مرتاحه، وقالت له انا ما بكرهكش ولا حاجه ولكن اعجابي بيك بسيط. فقال لها مفيش مشكله هنكبره مع بعض، وقالت له ايه رايك نلعب مع بعض اللعبه بتاعتنا شويه، وتلعب معاه وهي مبسوطه، ويطلع ان اوباشي هو نفسه ليمون لانه فتح نفس المحادثه اللي كانت بينه وبينها، وطلع ان جو كذب عليها، واثناء ما بتلعب معاه وهي مبسوطه فجو اتحمس وقرب لها، وفي اللحظه الحاسمه تيجي رساله من ليمون الحقيقي، فاتفاجئت انها من ليمون واتصدمت وقالت امال مين ده، وترجع تتجنن وتكتئب من تاني لانها حبت شخصيه ليمون حتى لو زبال ماشي في الشارع ونفسها تلاقيه باي طريقه، مع انه ما قالهاش اني بحبك ولا حاجه، ولكنه بالنسبه لها بقى زي الادمان واكتر، ويمر 5 شهور ما بيتكلموش بعض وهي لسه في انتظاره انه يبعت لها رساله تاني، وبتفتح الشات بتاعه فلقيته بعت لها ورده، فتفرح وتطير من السعاده وتصور له الزهره اللي جنب مكتبها، وبعتت له قلب كمان، وترجع البيت من تاني وهي قلقانه ومتوتره لانه ما ردش عليها بعد ما بعتت له قلب، وتنام وهي حاطه التليفون جنبها ومستنيه انه يحن عليها، وجو ياخد قباش عشان يكلمها له ويصلح الامور بينهم، واداها كوبون بتاع مطعم وقال لها هو خايف منها عايز اقعد معاك عشان اكلمك في موضوع، فشكت ان هو ليمون وهي قرفانه، واخر اليوم راح لها المكتب وقال لها هستناك عند الاسانسير، ولما راح هناك لقى بيكو وقفت جنبه وقالت له انا هاجي لك النهارده وبات عندك، وتشممه في ريحه شعرها وتقول له غيرت الشامبو، وتيجي ميمي وتشوفهم واقفين مع بعض فاتخنقت منه جدا، ولما ركبوا الاسانسير ونزلوا فقفلته وطلعت تهنن، فاتفاجئ من رد فعلها وقعد يدور عليها في كل مكان في الشركه فلاقيها اختفت، وكلم جو قال له مش لاقيها في الشركه خالص، وقال له انت مش عارف انت بتحبها على ايه، فقال له انا بحبها جدا لانها طيبه ومنعت تفشي المرض في شركتنا، وطلعت ميمي على السطح وهي زعلانه لانها اتاكدت ان اللي معاها حبيبته، وتتخانق اكتر لانه مش نوعها المفضل لدرجه انها بتكرهه جدا وبتقول اي حد في الدنيا اللي هو، ولما طلع لها على السطح لقاها بتعمل حاجات غريبه فعملت نفسها بتعمل رياضه، وقال لها مش مشكله ممكن ناجل الخروجه اليوم تاني، فقالت له انت كنت عايز تسالني في ايه، فقال لها انت عندك كام سنه، ولانها اتصدمت من سؤاله فقال لها احنا كنا عايزين نعرف بس انت اكبر من جو ولا اصغر منه، لانه عنده 27 سنه وانا 33 سنه، فقالت له وانا 28 سنه، وعشان تتاكد اذا كان هو ليمون ولا لا فسالته عن الاكله اللي كانوا هياكلوها في المطعم، فقال لها جبنه وليمون، فافتكرت انه اساسا ما بيحبش الليمون، ففرحت جدا لانها اتاكدت انه مش هو، وبعد ما يمشي تطير من السعاده وتقول الحمد لله انا مش هو. وتاني يوم الصبح قامت من النوم لقيته بعت لها رساله بيقول لها انا اسف ان اتاخرت عليك في الرد لان اتفاجئت بالقلوب اللي انت بعتاها، وتاني يوم وهم داخلين الشركه فتقابل اوباشي وبيكو وقالت له وريني تليفونك وهي متضايقه، ولما شافت التليفون قالت له انا متاكده انها محادثه غبيه وقلت لي قبل كده انك بطلت تكلمها، وميمي واقفه مش فاهمه بيتكلموا عن ايه، ولما الاسانسير فتح ما رضتش تركبه معاهم وحكت لها انها متضايقه منه لانه بيكلم واحده مجنونه على النت واسمها سخيف جدا كوساموتشي ومسمي نفسه ليمون بالرغم من انه اساسا بيكره الليمون، فتوترت واتاكدت انه هو، ورجعت المكتب بتاعها وهي مخنوقه وافتكرت صوره الزهره اللي كانت بعتها له وخافت جدا انه يشوفها، وبعتت له رساله وبيكو شافتها وبتقول له فيها انا هنديه عشان ما يفكرش فيها اساسا، ولما شافتهم واقفين مع بعض فاستخبت، وبيكو قالت له والله دي صعبانه عليا انا حاسه انها انسانه مبغوضه من المجتمع وعشان كده تصرفاتها سخيفه، فأوباشي زعلها وقال لها ما تقوليش عليها كده، وهي واقفه وسمع كل الكلام فصعبت عليها نفسها وقالت انت كنت سالتني قبل كده اني بحب شخص تاني ولا لا، انا فعلا بحب واحد تاني بس ما كنتش قلت لك، فيرجع اوباشي مكتبه وهو زعلان جدا بعد ما عرف انها مرتبطه بحد تاني، والطاهره تنفصل عن اوباشي وده لانه طول الوقت بقى مكتئب
وسايب وخانقها عشان صديق المنفعه بتاعها، وبتقول له ندم الوحيد ان ما عملتش معاك علاقه. فاتصدم وقال لها يعني انت كنت عايزه جسمي بس؟ فالمجنونه ضحكت وقالت له ايوه. وميمي بعد ما رجعت البيت فضلت طول الوقت برضه تبص على التليفون ومستنيه رساله من اوباشي. وتاني يوم وهي في الشركه قابلت راجل عجوز تعبان وهو داخل الشركه، فخدته وعالجته وعملت له مساج، ويطلع ان الراجل العجوز ده والد اوباشي. ولما عرف انها عملت مع والده كده فرح جدا، فهم خارجين من الشغل شكرها وقال لها يا ما سمعت كلام كتير وحش عنك، بس واضح انك شخصيه طيبه ومجتهده، وللاسف الناس واخده عنك فكره وحشه. فرجعت البيت وهي عماله تفكر فيه، وبعتت له رساله وقالت له بحبك يا ليمون، وتقعد متوتره برضه لانه ما ردش عليها. واوباشي اول ما شاف الرساله اتصدم وقال لها بس انت قلت لي قبل كده انك بتحب واحد تاني. فقالت له ده كان موضوع وخلص. فقال لها وانا كمان معجب بيكي لان كلامي معاكي بقى جزء كبير من حياتي. وقال لها بحبك يا كوسا موتشي لانه لسه ما يعرفش انها الدكتوره ميمي. وتاني يوم الصبح وهي رايحه الشغل فاستنته قدام الشركه عشان تقول له على الحقيقه، بس اول ما وقف قدامها وجت تقول له فبدات تتلجلج في الكلام وقالت له انا سمعت انك بتكلم واحده على النت، انا كمان برضه بكلم واحد. ولما سالها عن اسمها في اللعبه فتوترت وكذبت عليه وقالت له اسم تاني غير اسمها، وتقف وهي زعلانه لانها ما قدرتش تقول له. ولما دخلت مكتبه وراحت تلوي الزرع فلقيته قاعد جنب المكتب وبيقرا الرسائل اللي كانت بعتها له، واللي قالت له فيها انا دكتوره وعندي 28 سنه وقريبه منك جدا، فخمن مين انت بقى. وتقلع الكمامه بتاعتها وتقعد تبص له وهي بتضحك، ولانه ما كانش حاسس بيها فاتفاجئ وكتب لها رساله على الشات وقال لها وانت الدكتوره ميمي؟ فقالت له ايوه، ولانه مش مصدق فقال لها انت بتتكلمي جد؟ يا ريت تبطلي هزار. فقالت له انا ما بهزرش، انا كوسا موتشي. وبعدين هما الاثنين يكتبوا يبصوا لبعض، ومن الصدمه ما بقاش عارف يتكلم وسابها وطلع يجري وهو مصدوم. وجو قابلها وقال لها انا عرفت كل حاجه وبتمنى لك السعاده مع اوباشي. وقعدت هي واوباشي يتكلموا مع بعض وقال لها اسف اني سبتك ومشيت. فقالت له ما تعتذرش لان ده كان نفس رد فعل اول ما عرفت انه انت، انما دلوقتي الموضوع مختلف تماما ولانه حس انها مرتبكه. فقال لها ايه رايك نكمل كلام على الشات؟ فقالت له مشاعري ناحيتك بقت اكتر بكتير من ان انا اكتبها لك على الشات. وقالت له انا مش عارف انا حبيتك ازاي، بس لقيت نفسي بفكر فيك كل يوم وما بقيتش تفارق خيالي طول الوقت. فقال لها وانا كمان بحب الكوسا موتشي، وعشان اكون صريح معاكي انا ما بحبش الدكتوره ميمي لان عمري ما فكرت فيكي، وعشان احبك فمحتاج وقت، فسيبيني قيمه سنه ولا سنتين على ما افكر. فتعصبت عليه وقالت له انت بتقول ايه؟ واعتذر لها وقال لها اسف ليكي اني ما طلعت زي ما انت متخيله، وده لاني ما اعرفكيش كويس. وعشان تحافظ على كرامتها قالت له وانا كمان بحب ليمون ولكن ما اعرفش حاجه عن اوباشي. وقالت له تصبح على خير وسابته ومشيت. ورجعت له تاني وقالت له خلي بالك من نفسك. ورجعت لبيتها تاني وهي حزينه وعماله تفكر في كلامه اللي جرحها وتعيط على نفسها بعد ما كانت بتتقطم على كل الرجاله وما كانش عاجبها حد. وتاني يوم ترجع الشغل فيجي لهم اتصال من فريق الشركه من بره، وبتتفاجئ ان هم بيتكلموا فيتنامي وفي منهم اللي بيتكلم منغولي، فدوروا على حد في المستشفى بيكون بيتكلم اللغات دي. فتتفاجئ برضه ان اوباشي وتبص له هي مبهوره بيه لانه بيعرف يتكلم لغات كتير جدا. وبعد ما خلص راح لها جو وبدا يكلمها عن اوباشي وقد ايه هو شخصيه طيبه وحنينه، وقال لها اوباشي مستمع كويس جدا لدرجه انه في مره قعد 5 ساعات متواصلين يسمع لي، ولما اتاثر بكلامي قعد يعيط. وقال لها هو دلوقتي بيسمع شكوى جدة واحد من زمايلنا، فلما راحت تبص عليه لقيته بيكلمها وهو بيعيط وهو بيحاول يواسيها. فقعدت تنتظر لحد ما يخلص وقعدت تقلب في الشات بتاعهم وهي بتضحك. فهو خارج شافها قاعده وقال لها ايه اللي اخرج لحد دلوقتي يا دكتوره ميمي؟ فقالت له انا كوسا موتشي وكنت مستنياك عشان ناكل سوا. فوافق وراحوا ياكلوا سوا وكانوا مع بعض وهي طايره من السعاده. وبعد ما سابها ومشي قعدت تفكر فيه وطلعت تجري وراه وقالت له انت قلت لي قبل كده ان الحب عندك اهم من الحياه، وعشان كده وقتها كرهتك جدا، انما دلوقتي بتمنى ان يكون عندك اهم من الحياه. وقالت له بحبك يا اوباشي وارجوك تخرج معايا. ولانه قاعد يقول لها كلام كتير زي ان لو حبيت لازم اهتم بحبيبي فزنقته في الحيطه وقالت له خليك صريح معايا. فقال لها بحبك يا ميمي. ولما روحت البيت قال لها وحشتني جدا وجاي لك دلوقتي، فتفرح وتطير من السعاده ويجي لها اوباشي في بيتها وياكلوا الكوسا موتشي مع بعض. وقال لها بحبك وهفضل احبك لحد اخر لحظه في عمري. فميمي تطير من السعاده بعد ما اخيرا لقت الحب اللي كانت بتتمناه واللي فضلت مستنياه 9 سنين. وتخلص القصه على كده. اتمنى في النهايه تكون القصه عجبتكم وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.